ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذه الآيات الكريمات الذي سمعتم أمر ربنا بأن نتقي سبحانه وتعالى. أول ما نتقي الله عز وجل في العقيدة، ونتقيه في القول، ونتقيه في العمل. فلا شك بارك الله فيكم أن دعوة الأنبياء ومنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واضح بين في آيات تتلى من كتاب الله سبحانه وتعالى. ما أرسل الله رسول ولا نبأ نبي إلا أمره بالدعوة إلى التوحيد. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله سبحانه وتعالى ألا يكون له شريك في ملكه سبحانه وتعالى ولا شريك في عبادته. نخلص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلهذا الله عز وجل أمرنا بالإخلاص بعبادته سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: ألا لله الدين الخالص. أمرنا سبحانه وتعالى بالإخلاص، فإنها من شروط لا إله إلا الله. ولهذا سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم واضحة لا غبار عليها. وأوصى بعض السلف أننا نتبع ولا نبتدع، فقد كفينا منهجية العمل وبيان الحق في ذلك من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا ختم هذه الآية بالبراءة من الشرك لأنه محبط للأعمال والعياذ بالله، فلا يجوز تقدير المشركين ولا احترامهم، بل يجب إهانتهم كما أهانهم الله، إلا أن ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا الله عز وجل فصل بيننا وبينهم. قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أي بقوة. الله يؤيد الموحدين الذين يتبرؤون من المشركين، يؤيدهم بالقوة. وأمرهم الله عز وجل أن يأخذون الرسالات بالقوة وبالعزيمة الصادقة حتى يلقون الله سبحانه وتعالى. فلهذا سنة رسول الله واضحة وضوح الشمس، ليس عليها غبار حتى نحورها أو نجعل لها شيء من الزبرقة أو شيء من الأمور، ولكنها واضحة كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يعدل عنها إلا هالك. فلهذا أيها الإخوة، التوحيد والسنة في صراع مع الشرك والبدع منذ بعث الله الرسل حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فلا تستغربون ما يحدث من دعوات باطلة قامت على الخرص وعلى التخمين وعلى التخيل وعلى تحسين الألفاظ، فإنه لا يغرنا هذا إذا تمسكنا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أول من ابتدع في هذا الأمر الخوارج، قالوا لنا فهم ولم يأخذوا بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يرمونهم بأسوأ المقالات، فيقول: هؤلاء أئمة الكفر الذي برأهم الله في كتابه ورضي الله عنهم وأرضاهم، والذي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، والذي حملون للشريعة. فالطعن في صحابة رسول الله طعن في الكتاب والسنة.
انتبهوا لهذا الأمر. وجاء قوم من بعدهم وقالوا منهجهم أسلم ولكن أعلم وأحكم، معتزلة، شاعرة، جهمية، ومن نحى من فرق الكلام، قالوا ما يعرفون، إنما كان أسلم ولكن لا يفهمون ما يقول. إذن يعبدون الله بالجهل الصحابة على هذا حد هذا القول، ويعتقدون التوحيد على الجهل. فكيف هل جاءهم رسالة غير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يميزون بين منهجهم ومنهج الصحابة؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، وأخبر أن الصحابة من الرجال هم القدوة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فأي دعوة لم تكن على منهج الصحابة فهي بدعة ولو استحسنها الناس. أي دعوة لا تقوم على الكتاب والسنة وأمام السلف الصالح فأشهد الله وملائكته أنها من البدع، حتى وإن كان فيها شيء من الخير، فإن شرها أكثر من خيرها وخطأها أكثر من صوابها ومنهجها أعمى المناهج، نسأل الله لنا ولكم السلام. ومن ترصد لأهل العلم إلا أهل الضلال. اليهود معروفين والنصارى معروفين والمجوس معروفين، وما ترصد لأهل العلم الحملة الصالحين من الصحابة ومن تبعهم إلا أهل الضلال الذي زعموا أنهم على حق وأنهم على هدى، نسأل الله لنا ولكم السلام. فالأمر أيها الإخوة واضح، ولهذا الله عز وجل خص هذه الجزيرة بخاصية. أول ما بأن الرسالة منها. الشيء الثاني أن المجددين لشرع الله سبحانه وتعالى كان من هذه الجزيرة. المجددين لشرع الله بعدما تفشت البدع وبعدما اختلط الحابل بالنابل الله جعلها من هذه الجزيرة لتبقى أصالة الرسالة. ولهذا جدد الله عز وجل ديننا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد وجود وكثرة أهل البدع والضلال وأهل القبور الذين يدعون القبور الهامدات، والذين يستصرخون بالأولياء من دون الله لينفعونهم أو يضروهم، والذي ألقوا المحبة كلها لهم، نسأل الله لنا ولكم السلام. فجدد الله هذه الدعوة بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونادى الموحدون من أقطار الدنيا بصحة دعوته، ولهذا الله عز وجل نصر هذه الدعوة وتربينا عليها ولله الحمد والمنة. فلا يطعن في منهج هذا الرجل إلا رجل والعياذ بالله منصرف عن الحق، وإن بعض الناس ليمدحه مدحا خفيفا ولكن يوازنه بعلماء الضلال، يوازنه بعلماء المبتدعة، ويقول هذا داعية وهذا داعية. لكن أي داعية؟ الله عز وجل ذكر الدعاة على نوعين. قال الله عز وجل في بني إسرائيل: جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وذكر الله فرعون: فجعلنا منهم أئمة يهدون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فلهذا فيه دعوة حق وفيه دعوة باطل. فعلينا بارك الله فيكم أن نعرف هذا المنهج وهذا الطريق، ونقرأ كتب التوحيد ونقرأ كتب العلم النافعة، ونترك منا بنيات الطريق، ونترك منا زبالة الأذهان وحثالة العقول التي بنوا علماءهم على التخيلات والتخرصات، نسأل الله لنا ولكم السلام. فما في هذه الدعوات إلا الضلال والعياذ بالله. إذا كان قادة هذه الدعوات لا يعرفون التوحيد فأي خير يرجى فيه؟ إذا كان أحدهم يقول ليس بيننا وبين اليهود أي عداوة في الدين، وإنما العداوة في المال والوطن، ولم يذكر الله العداوة في الدين، يعني نفى أن الله يذكر في كتابه أن هناك عداوة بيننا وبين اليهود والنصارى. ماذا يقول الله عز وجل؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال الله عز وجل سبحانه وتعالى: وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وتبرأ إبراهيم عليه السلام من قومه ومما يفعلون. وبرأ الله إبراهيم أن يكون يهوديا أو نصرانيا. ويأتي رجل آخر ويقول من الدعاة ومن المصرين على هذا الأمر، يقول القرآن ظاهرة كون. فما الفرق بينه من يقول القرآن مخلوق؟ ما الفرق بين هذا الكلام وهذا الكلام؟ تجدون تفسيرا غير هذا، فنطلب من الأخوان التفسير بهذا الشيء. وإن كان هذا قول والعياذ بالله قول المعتزلة والقول الذين آذوا الإمام أحمد وآذوا البخاري وآذوا علماء السلف، فنبرأ إلى الله من هذه المقالة. يأتي رجل آخر ويقول أن النبي قد أوهم الناس في خروج الدجال، وها نحن قرون طويلة لم يخرج الدجال، فأوهمنا محمد بن عبد الله إنه يوهم الناس، يقول إنه من ها هنا إنه من هنا، كأنه غير متأكد.
متأكد من خروجه. هل هذا يليق بالرسول؟ مقام الرسول صلى الله عليه وسلم يعتدى على رسولنا، ونصفق وراء هذه الدعوات ونباركها ونقرأ كتبها ونعتبر دعوات وعلماء هذه الدعوات أنهم مجددين في دين الله؟ أي تجديد هذا؟ هذا تبديل ليس تجديد. يأتي أحدهم ويقول في كتابه العدالة الاجتماعية طلب بيوسف الدكتاتورية، حيث قال لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ما تعلم وش الدكتاتورية؟ الدكتاتورية حكم كافر يستبد ظالم يحكم غير شرع الله. فهل يوسف حكم غير شرع الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا لأنهم لم يعرفوا مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالذي لا يعرف مقام الله قبل كل شيء في معرفة توحيده، كيف يعرف مقام الأنبياء؟ وكيف يعرف مقام الصحابة؟ بل كيف يعرف مقام علمائنا؟ كيف يعرف هذا؟ لا يعرف هذا الشيء. يأتي أحدهم ويقول أن محمدا قرب عصابته من الحكم، ولما وافته المنية قال الخلافة في قريش، يعني غيرهم من القبائل الأخرى في حد زعمه ممنوع أن يكونون خلفاء. إيش هذا؟ يأتي أحدهم ويقول أنا داعية مسلم أريد دولة إسلامية تحكم شرع الله، ويقول رسول الله كذاب عنده خدائن إنه يعمل أشياء في الخفاء ولا نعلم هل صفات الله ملصقة بذاتها أو منفردة عن ذاته، والصحابة يرون الحديث من أجل شهواتهم. أي إسلام هذا؟ أي دولة هذه تقوم على هذا المنهج؟ قبحها الله من دولة وأخزاها الله من دولة قامت على الطعن في صفات الله والطعن في رسول الله والطعن في صحابة رسول الله، ثم يصفق لها ويعظم أهلها ويمدح رؤساءها. وانظروا النتائج كيف صارت. فلهذا يا أخوان الله حباكم بعقيدة سليم ومنهج سليم وكتب قد تنقت من الباطل والعياذ بالله وردت على أهل دعوات الضلال في زمانها. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن كان في زمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب 12 دعوة لا تدعو لليهودية ولا للنصرانية وإنما تدعو للإسلام، فلقد أذلها الله ولم يبقى إلا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الدعوة ولله الحمد قامت على أسس سليمة ونصرها الله على قلة أهلها. أتعلمون بارك الله فيكم أن أول غزوة غزيت بها الدرعية من كان يرد هذه الغارة؟ يردها 7 من الركائب على كل مطية الرجلين، ومع ذلك لم يكن متعودين على القتال على الإبل فطاحوا من ظهورها، ومع أنهم طاحوا من ظهورها نصرهم الله سبحانه وتعالى. رمتهم أهل الدنيا من قوس واحد وقالوا هذا مذهب خامس، هذا مذهب الهالك، هذا لا يعرفون من العلم شيء، وسموا الشيخ صبي، قالوا هذا صبي، وسموه سباب، وقالوا اقتدى بابن تيمية. فرد رحمه الله تعالى من أراد أن يقرأ رسائله ففيها ما يكفي. قال أما قولهم صبي فأنا أعلم الناس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن علم الناس دينهم هل يعتبر صبي؟ وأما قولهم إنا لا نعرف العلم ولم نقرأ على أيدي العلماء فأفيدك أن علمائي جميعا أهل العارض ونجد ما كانوا والله يعرفون معنى لا إله إلا حتى فتح الله علي هذا الخير. كان الناس يرون أني قبل أن أعرف هذا الخير أني صاحب علم، وأنا والله الذي لا إله إلا هو ما كنت أعرف معنى لا إله إلا الله. هذا رجل منصف متواضع يعترف بالجهل السابق ثم يعترف بالنعمة الذي وفقه الله لها سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة في الله ما كان السلف يحبون المدح ولا كان السلف يكثرون الكلام ولا كان يحبون الجمهرة في هذا الأمر الكثرة، بل كان أحدهم إذا تعلم وطار صيته وعلم الخليفة بعلمه وعلم أن الخليفة علمه هرب إلى بلد ثاني خوفا من المسؤولين. لبين الناس اليوم يتسابقون إلى الزعامة وإلى الرئاسة وإلى المناصب، بعضهم لا يريد وجه الله إنما يريد أن ينصر حزبه، يكون واحد على شاكلته في المحل الفلاني والثاني في المحل الفلاني والثالث في المحل الفلاني حتى يقيمون حزبهم، يريدون أن يظلموا المسلمين الباقي، لا يريدون نصرة دين الله. ولو أرادوا نصرة دين الله كان هم مأجورين على هذا الأمر. والشيخ ابن تيمية رحمه الله سئل عن الوظائف قال إذا كان فيها نصر دين الله فيجب العمل فيها، وإذا كان فيها خذلان دين الله فلا يجب العمل فيها. بينما الناس اليوم يزعمون أنهم يريدون نصرة دين الله، وأكثر هذه الفرق وهؤلاء القوم الذي تربوا على هذه المناهج والعياذ بالله يريدون نصرة الحزبية، وأن يكون النصر لحزبهم، نسأل الله لنا ولكم السلام. فلهذا يا أيها الإخوة في الله أحببت أن يتكلم من هو أفضل مني وهو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الجهني، ولكنه جزاه الله خير، حباني بهذا الشيء فجزاه الله خيرا، ولا أحب أن أطيل عليكم. نسأل الله يرزقنا وإياكم قامة على الحق، ويرزقنا وإياكم الرشد، ويرزقنا وإياكم العمل الصالح المتقبل. صلى الله وسلم على محمد.